العالم بينتهي عند النقطة اللي بيبدأ فيها علم اللاهوت. خلال ال 100 سنة الجاية البشرية هتواجه كوارث ضخمة، نيزك هيضرب الأرض والآلات هتتمرد وحرب هتقوم بين البشر والآلات، ولما الأرض توصل لنهايتها الحكام نفسهم هينزلوا عقاب مدمر. لكن بداية كل ده كان بسبب طمع البشر لما كسروا قفل الجينات وحاولوا يوصلوا لمجال ممنوع عليهم. زافير رجع للحياة من جديد. السنة دلوقتي 2123، لكنه جاي من سنة 2250 بعد ما عاش 127 سنة في المستقبل وعرف كل اللي هيحصل. بعد 7 سنين سقوط النيزك، وبعد 20 سنة أزمة موت الشمس، وبعد 30 سنة حرب البشر ضد الآلات، أما بعد 50 سنة مشروع الخلود، وبعد أكتر من 70 سنة غزو حضارة السحر، وفي النهاية بعد 127 سنة حرب العقاب اللي هتدمر الأرض. زافير عارف المستقبل كله، ولكن في حاجة واحدة بس مش عارفها، وهي أرقام النصيب. ورغم إنه رجع من المستقبل إلا إن الذكاء الاصطناعي اللي معاه لسه متوقف ومفيش أي حاجة تحميه، عشان كده بيبدأ من الصفر وبيشتغل على كتابة الأكواد عشان يكسب أول فلوسه. الحاجة اللي بيبنيها دلوقتي لعبة متصفح بسيطة. اللعبة فيها 19 مرحلة وكلها في مستوى المبتدئين، وفيها 3 وظائف: محارب وساحر ومعالج. لكن الحقيقة ان اللعبة مش زي ما الناس هتفتكر، كل المراحل ما فيهاش اي مهارات، والمحاربين معاهم اسلحة عادية، اما السحرة والمعالجين فهيواجهوا الوحوش بعصاية بس. اي شخص هيشوف اللعبة هيقول انها مستحيل تنجح، ولكن زافير كان عارف السر. عالم اللعبة مبني على حضارة سحرية حقيقية في المستقبل، كل الشخصيات والأحداث والمعلومات موجودة داخل نواة الحضارة. جهاز اتصنع مع دمج تكنولوجيا البشر المستقبلية مع قلب الحضارة السحرية. في المستقبل البشرية قدرت تهزم الحضارة دي وتستولي على نواتها، وباستخدام قلب حاكم السحر صنعوا جهاز يحمل كل معرفة البشرية. وفي آخر لحظة من حرب العقاب كان زافير متدرب داخل برج الحضارة، وفجأة انتهى العالم. البشرية اختفت في لحظة، لكن نواة الحضارة اندمجت مع جسمه ورجع بها 127 سنة للماضي. وعشان كده بناء اللعبة كان خطوة محسوبة. الاول يكسب فلوس وبعدها يحولها للعبه ضخمه، بعدين يبني عالم واقع افتراضي يكون الحياه تانية للبشر، لان اللي يسيطر على العالم الافتراضي يقدر يسيطر على حياه مليارات البشر. لكن المشكله ان زافير حاليا معهوش فلوس يفتح شركه او يشتري سيرفرات، والسيرفر اللي معاه كان مستعمل واتصلح كذا مره، لدرجه انه اضطر يعيد كتابه النظام بتاعه من الصفر عشان يفضل شغال. وده لان زافير دلوقتي مجرد خريج جديد مفلس، خسر شغله وسبب مشكله قبل ما يرجع للحياه من تاني. فلوسه مش مكفيه ومش ناوي يطلب مساعده من حد. اهله عايزينه يرجع البلد، ولكنه مصمم يكمل في المدينه ويكسب فلوس الاول. بعد ما بيراجع كل حاجه بيتاكد ان اللعبه جاهزه، ولكنه بيكتشف مشكله: مفيش شركه ولا تصريح، ولو بدا يجمع فلوس ممكن يدخل السجن. عشان كده بيخلي اللعبه مجانيه وبيفتح حمله تمويل عشان يجمع فلوس. اسم المشروع: انا عملت لعبه. الهدف 300,000 لشراء سيرفرات وفتح شركه، والمفاجاه ان مفيش اي مكافاه للناس اللي هتدعمه. في شركه دريم فاند الموظفين بيراجعوا المشروع، واحد منهم بيشوف الطلب وبيقول هو الراجل ده مجنون. المدير بيبص على المشروع وبيستغرب: عايز 300,000 ومش هيدي للناس حاجه؟ بيقرر يرفضه، ولكن قبل ما يرفض بيغير رايه، بيوافق عليه فيمكن المشروع ده ينجح. زافير بيشوف ان المشروع اتقبل فبينسخ الرابط وبيحمله جوه اللعبه، وبعدها بيظهر اعلان للاعبين: وصلتوا للمستوى التاسع، اللعبه وقفت هنا، لو عايزين تكملوا دعموا الحمله. بعدها بيشغل اداه عملها بنفسه وبيدخل على منصه بث مباشر لانه محتاج يعمل اعلانات للعبه. زافير بيدخل على ترتيب اشهر الستريمرز وبيختار 2 عشان يعلن لعبته. الاول كان بليزا، ستريمر العاب عصبي ومشهور بخناقاته، والتانية ويلو، ستريمر مشهوره ومحتواها متنوع وعندها جمهور كبير. زافير بيشغل اداته وبيستنى اللحظه المناسبه، واثناء بث بليز وفي اخر لحظات المباراه اللعبه بتعلق وفجاه بتقفل. بليز بيحاول يدخل تاني ولكن زافير قافل عليه، بيحاول يقفل البث بس مش قادر، وفجاه بتظهر شاشه تحميل لعبه زافير قدامه. اللعبه بتفتح وبيظهر راجل عجوز وبيقول له: يا ابني امك من الجوع بقت بتاكل لحق الشجر، هتفضل ساكت؟ وبعدها تظهر امه وهي بتقول له انها بخير وما تكملش عشانها. بليز بيتصدم من واقعيه اللعبه والشات كله بيولع. الناس بتبدا تساله ايه اللعبه دي. العجوز بيقول له ان في اختبار في القريه ولو نجح هياخد سلاح. الشاب بيطلب من بليز يكمل وهو بيقرر يجرب. بيعمل شخصيه باسم بليز، واول لما بيبدا اللعبه كبير القريه بيهينه: انت عديم الفايده، اختبار بسيط واخد منك كل الوقت ده، خد سلاحك وامشي. بليز بيتعصب وبيدخل الرحله وهو مش فاهم اللعبه دي عامله كده ازاي، وفجاه بتظهر له رساله: امك ماتت من الجوع. بليز بيتصدم، ولكن بعدها بيظهر شبح امه ويقول له: كان في شخص عظيم عايز يتجوزني، لكنه كان هيبعدني عنك فرفضت عشانك، اوعدني ما تخليش حد يقلل منك. قبل ما يفهم حاجه الشبح بيختفي، وفجاه بيظهر شخص غامض ويسخر منه: كنت عارف انك فاشل، حتى امك كانت مستعده تسيبك. وبعدها بيختفي. بليز بيلاقي اشعار ظهر قدامه: اكتشاف نادر. تحت سرير امه بيلاقي مخطوطه اسمها بركه الحكام، بيستخدمها فورا، وفجاه كل قدراته الاساسيه بتزيد بشكل جنوني. بيظهر كبير القريه ويقول انه كان غلطان فيه وانه عبقري نادر وبيديله كتاب تدريب. بليز بيختار طريقه تنميه الطاقه وفجاه بيرفع 3 مستويات مره واحده. كبير القريه بينصدم وبيقول له ان الوحش اللي بره القريه بتقع منه عناصر تساعده يقوي نفسه، ولو بقى مقاتل قوي ممكن يطلب من رجال الحكام يعملوا طقوس احياء ويرجع امه الحقيقه من تاني. بليز بيتصدم لانه بيفهم ان الشخصيات في اللعبه ممكن ترجع. الشات بيولع والكل بيطلب رابط اللعبه،
بليز بينسى انه كان هيقفل البث، بينشر الرابط وبيقول يلا ننقذ امي سوا. زفير بعدها بيفتح بث ويلو وبيعمل نفس الخطه، لكن رد فعلها كان مختلف، بدل الغضب بتتاثر باللعبه لدرجه انها بتعيط. بعدها بتصمم وبتقول هرجع امي مهما حصل. زفير بيبص على السيرفر بيلاقي 273 لاعب دخلوا اللعبه، بيرجع يكمل تطوير في اللعبه، وبعد 3 ايام السيرفر بيبدا ينهار من كتر الضغط. اللاعبين بيفتكروا ان زفير معهوش فلوس يجيب سيرفرات، ورغم الطحن المستمر اعلى حد وصل ليفل 9 كان ويلو. بعد نص ساعه وهي خلاص تعبانه بتبص للشاشه وتقول لهم يا جماعه الخبره قربت تخلص، وحش واحد كمان وصل ليفل 10. الكل بيتحمس لانها اول واحده هتخرج من القريه، وفجاه تظهر رساله اكتملت الخبره لكن لا يمكن رفع المستوى. ويلو بتنصدم، هو الماكس ليفل 9؟ طب فين المدينه؟ بعد 3 ايام طحن ويلو خلاص هتنهار، ولكن بتظهر رساله جديده، مبروك وصلت للنهايه، شكرا لكل لاعب حب اللعبه، وبيكون تحتها رابط. ويلو بتفتحه وبتلاقي صفحه دعم للعبه. الكل بيفهم ان مفيش شركه ورا اللعبه ولا فلوس ولا سيرفرات كافيه. ويلو بتتبرع ب 10000 وتقول الناس يدعموا اللعبه. الناس بتبدا تدفع والخبر بيوصل لابليس فبيجمع جمهور هو كمان، وفي اقل من نص ساعه الهدف بيعدي 300000، وفي الاخر الرقم بيوصل لاكتر من 900000. اول ما حمله التبرعات خلصت الموقع خصم عمولته وبعت باقي الفلوس له على طول، ولاول مره البطل بقى معاه راس مال حقيقي، ومن غير ما يضيع ثانيه بدا يشتري كل حاجه محتاجها من سيرفراته ومعداته وكل حاجه. لكن اول لما السيرفرات وصلت ما فكهاش عادي، لا ده فككها حته حته وغير مكوناتها بالكامل وبدا يبنيها بايده من الصفر. بعد 5 ساعات شغل متواصل الهاردوير بقى جاهز، وبعدها دخل على السوفت وير وعدل كل التعريفات والبرامج بنفسه، ولحد الساعه 11 بالليل كان خلص كل حاجه، نقل ملفات اللعبه ونزل نسخه عنده وجربها بنفسه. ولما خلص الاختبار اخيرا ارتاح، لكن لسه المشكله الاساسيه موجوده. اللاج ما كانش سببه السيرفرات، المشكله كانت في خط الانترنت. اتصل بشركه الاتصالات يسال عن خط مخصص، لكن اول لما سمع الاسعار اتصدم، اقل باقه تكلفتها اكتر من 10000، اما السرعه اللي تناسب لعبته فسعرها وصل ل 480000 في الشهر. والمصيبه الاكبر رفضوا يركبوا الخط اصلا لانه ساكن في عماره سكنيه. ساعتها اخذ القرار فورا، بدل ما يغير الخط هيغير البيت كله. استاجر فيلا 70000 في الشهر ودفع 5 شهور مقدم، وبعدها كلم شركه الاتصالات من جديد، وتاني يوم الخط اتركب والسيرفرات اشتغلت وكل بيانات اللعبه انتقلت للمكان الجديد. لكن رغم ان كل حاجه بقت جاهزه رفض يفتح سيرفر جديد. في الاول نزل تحديث للاعبين وبعدها بدا يخلص اجراءات تاسيس الشركه. المشكله انه ما كانش يعرف اصلا ان الشركه محتاجه ايه من التراخيص، بس في الفلوس اللي فاضله لقاها حوالي 300000 بس، فقرر يبدا باهم خطوه، يدور على مدير محترف. فتح موقف التوظيف وبعد نص ساعه لقى واحد شد انتباهه، اسمه فيكتور، عنده 40 سنه ويشتغل مدير في اكتر من شركه كبيره قبل كده. ورغم انه كان مطرود وبيفتش على شغل باي طريقه الا ان خبرته كانت بالظبط اللي البطل محتاجها. اتصل بيه فورا وبعد نص ساعه فيكتور وصل للفيلا. اول ما الاتنين شافوا بعض كل واحد اخذ انطباع سيء عن التاني. فيكتور افتكر ان اللي قدامه مجرد شاب مدلل بيلعب دور رجل الاعمال، اما البطل فشاف قدامه واحد رسمي زياده عن اللزوم. وبمجرد ما فيكتور عرف عن نفسه زفير قطعه وساله سؤال غريب قلب الموقف كله، انت بتحب تتدخل في شؤون غيرك؟ فيكتور وقف مستغرب وما فهمش هو السؤال ده جه منين اصلا. زفير سال فيكتور اذا كان يقدر يخلص تسجيل الشركه والترخيص، واول لما سمع منه كلمه اقدر عينه في نفس اللحظه من غير ما يتفقوا حتى على المرتب. فيكتور جري وراه مستغرب، فزفير ساله كان بياخد كام في شغله القديم، ولما عرف انه كان بيقبض 800000 في السنه رفع مرتبه لمليون على طول. بعدها فيكتور ساله الشركه اصلا شغاله في ايه، فرد عليه انها شركه العاب اونلاين. ولما ساله عن الايرادات قال له ان اللعبه لسه مجانيه، ولكن حمله التمويل الجماعي جابت 900000 في يوم واحد. وقتها فيكتور فهم ان المشروع ده مختلف، لان اللعبه بالفعل عليها عشرات الالاف من اللاعبين رغم ان الشركه لسه ما سجلتش رسمي. وبعد ما جرب اللعبه بنفسه اتاكد انها عندها فرصه تكسر السوق، فوعد زفير انه يخلص كل اجراءات الشركه خلال 3 ايام. اول لما خرج زفير بدا يشغل 5 سيرفرات جديده، لكن المفاجاه ان الخرائط دي مش متصممه من خياله، دي اماكن حقيقيه من عالم الحضاره السحريه، وكان مخطط بعد كده يدمجها كلها في عالم واحد يكبر مع كل تحديث. وبعد ما التحديث نزل اللاعبين اتفاجئوا باختفاء اللاج وافتتاح 4 مناطق جديده ورفع الساعه ل 50000 لاعب، بالاضافه لسكنات حصريه لكل الداعمين. اول ما التحديث نزل اللعبه انفجرت، الناس اللي دعمت حمله التمويل الجماعي كانت فرحانه بالسكنات والمكافآت الحصريه، اما اللي بخلوا وقتها فكانوا بيعضوا في صوابعهم من الندم. لكن دي كانت مجرد البدايه، لما اللاعبين قروا تفاصيل التحديث كامل ادركوا ان اللعبه داخله مرحله جديده تماما، ومع اي لعبه ناجحه اللاعبين المحترفين وتجار الذهب هيجوا، وحتى اصحاب الانفاق الضخم هيبداوا يدخلوا واحد ورا التاني. وخلال اقل من 10 دقائق المنتدى الرسمي اتغرق بمئات المنشورات، وزافير كان عارف ان اول ثروه حقيقيه ليه بقت على بعد خطوات. لكن بدل ما يحتفل رجع فتح اللاب وكمل كتابه الاكواد كأن اللي حصل ده عادي جدا. ولحد بالليل رجع فيكتور وهو معاه الاخبار، كل اوراق الشركه اتقدمت رسمي ورخصه الشركه هتطلع ثاني يوم، اما ترخيص اللعبه فمحتاج مراجعه اكتر، ولكنه مش هيتاخر عن 3 ايام. في اليوم اللي بعده زافير رجع يقعد قدام الكمبيوتر من اول الصبح، لكن المره دي ما كانش بيطور اللعبه وانما كان بيجهز لمشروع اخطر بكتير، ناقل الوعي، اختراع هيغير مستقبل البشريه بالكامل. الاختراع ده لسه المفروض يظهر بعد اكتر من 100 سنه، لكن زافير قرر يبنيه من دلوقتي لانه كان
عارف المستقبل. بعد 7 سنين هيضرب الارض كويكب ضخم وهيبقى بدايه اكبر كارثه في تاريخ البشر. صحيح البشريه هتنجح في تدميره، ولكن الشظايا اللي هتنزل منه هتجيب معاها عناصر جديده عمر الارض ما عرفتها، ومن اللحظه دي التكنولوجيا هتدخل عصر مختلف تماما. طاقه اندماج وتعديل جيني ورقائق عصبيه والذكاء الصناعي مطور، واختراعات كانت بالنسبه للبشر مجرد خيال علمي. اما نقل الوعي فكان واحد من اعظم اختراعات العصر ده. المشكله الوحيده ان سفير لسه عايش في زمن متخلف تكنولوجيا، حتى هو عارف طريقه تصنيعه الموارد اللي محتاجها ببساطه مش موجوده، وعشان كده اكتفى بالموارد اللي اشتراها من المتجر، وبدا يفكر هيوصل لايه بالامكانيات المتاحه دلوقتي. التحديث حقق نجاح ضخم، ولكن بالنسبه لسفير ده كانت مجرد اول خطوه. هو عارف ان اي اختراع من المستقبل لو قدمه للبشر حتى قبل ميعاده بسنين هيكسب منه ثروه خياليه، لكن المشكله ان جسمه دلوقتي مجرد انسان عادي، رصاصه واحده كافيه تنهي حياته، وده خلاه يقرر ينسى اي مشروع خطير مؤقتا ويركز على اختراع يضمن بيه مستقبله. نقل الوعي الاختراع ده كان بيعتمد على مساعده الذكي الموجود داخل عقله، لكن بعد ما رجع للماضي المساعد استهلك اخر طاقه موجوده في نواه الحضاره ودخل في ثبات كامل، ولو عايز يشغله من جديد فهو محتاج مصدر طاقه واحد بس، طاقه الايمان، طاقه حتى علماء المستقبل ما قدروش يفسروها. في الاول فكر يعمل طائفه ويخلي الناس تعبده، ولكن فجاه جت له فكره اذكى بكتير. طلب زي ساحر وعمل جلسه تصوير كامله، وبكل بجاحه حط صورته هو شخصيا على شاشه دخول اللعبه. طالما ملايين اللاعبين هيفتحوا اللعبه كل يوم يبقى هيجمع منهم طاقه الايمان من غير ما حد يحس. وفي الوقت ده رجع فيكتور وابلغه ان تسجيل الشركه خلص، ورخص التسجيل هتوصل خلال ساعات. بعدها اقترح عليه يبداوا يوظفوا الناس. زافير وافق، وبينما فيكتور كان مشغول بالتوظيف كان زافير قفل على نفسه الورشه. اشتغل كل يوم لحد ما اخيرا خلص اول نسخه من نقل الوعي، وفي اليوم اللي بعده بدا يكون فريقه. اول واحده كانت لورا مدبره المنزل، بعدها عي ليلى تمسك الشؤون الاداريه وخدمات العملاء. خلال يوم واحد كان عنده شركه وفريق واختراع جديد ولعبه على وشك تقلب السوق، لكن زافير لسه ما كانش مقتنع بالكلام اللي بيسمعه عن نجاح اللعبه. فتح حساب جديد بنفسه ودخل يشوف بعينه. النتيجه كانت صدمه، في الخمس مناطق اتملوا باللاعبين، اكتر من 50,000 شخص اونلاين، وعشرات الالاف لابسين الاسكنات الحصريه اللي نزلت مع التحديث. ابتسم وهو بيبص على الشاشه لان دي كانت مجرد البدايه. بعدها مباشره بدا يضيف محتوى جديد، ملابس ودروع ومطايا اسطوريه كلها منقوله بالحرف من عالم الحضاره السحريه الحقيقي. لكن المفاجاه ان الحاجات دي مستحيل اي لاعب يشتريها مباشره، الطريقه الوحيده للحصول عليها كان عن طريق صناديق الحظ. زافير كان عارف ان اول تحديث مدفوع هيفتح عليه باب فلوس ضخم، عشان كده نزل صناديق حظ فيها اقوى الاسكنات والمطايا، وكل صندوق ب 10 دولار بس. وهو بنفسه كان متاكد ان اللاعبين هيشتموه اول لما التحديث ينزل، لكن في الاخر محدش هيقدر يقاوم. وبالفعل اول لما السيرفرات فتحت الاف اللاعبين دخلوا المناطق الجديده، وكل اللي وصل للمستوى العاشر بدا يختار تخصصه. اما زافير فاختار يبقى ساحر، ولكنه ما كانش مهتم باللعبه، وانما كان مهتم يشوف الناس هتدفع قد ايه. اول واحد فتح بث مباشر كان بليز، وكان بيشتم اللعبه بكل اللي عنده بعد ما صرف مبلغ ضخم على صناديق ولسه ما عرفش يجيب السكين الاسطوري. وفي نفس الوقت ويلو قررت تفتح 10 صناديق بس للتسليه، لكن قبل ما تفتح اخر صندوق زافير دخل على سيرفر اللعبه وعدل كود صغير في اخر لحظه، وفجاه طلع لويلو اندر سكين موجود في اللعبه. ويلو بقى بتصرخ من الفرحه، واللاعبين كلهم اتدفعوا يشتروا صناديق اكتر، وهم فاكرين ان نسبه السحب اتحسنت. اما زافير فكان بيتفرج على الارباح وهي بتطلع قدامه لحظه بلحظه، لكن الفلوس ما كانتش اهم حاجه بالنسبه له. هو كان مستني حاجه اخطر بكتير، وهي استيقاظ المساعد العصبي. اول ما يستيقظ هيقدر يبني النسخه الحقيقيه ثلاثيه الابعاد من اللعبه ويكبر العالم كله في وقت قياسي. وفي نفس الوقت كان شغال على مشروع تاني في السر، وهو سلاح يحميه من اي خطر. هو عارف ان شركته كل يوم بتكبر، وده معناه ان الاعداء هيزيدوا، لكن بالامكانيات الحاليه استحاله يصنع اسلحه المستقبل، لا ليزر ولا مدافع كهرومغناطيسيه ولا حتى اسلحه جينيه. فقرر يكتفي بحاجه ابسط ويصنع قفاز صوتي شكله عادي، ولكن بمجرد ما المساعد العصبي يشتغل القفاز هيقدر يطلع موجات خاصه تسبب الهلاوس او تنيم اي شخص يقف قدامه في ثواني. وبعد ليله هاديه صحي زافير على صوت فيكتور وهو بيجري عليه وهو بيصرخ. عدد اللاعبين في اللعبه وصلوا 100,000 لاعب، لكن السؤال الحقيقي كان كام مليون دخلوا في اول 24 ساعه. الفلوس بدات تنزل بسرعه مرعبه في اول يوم بس، واللعبه حققت اكتر من 8 مليون. حتى زافير نفسه اتفاجئ بالرقم. اما فيكتور فكان خلاص عقله هيطير من الفرحه، وقال من غير تفكير لازم نشتري سيرفرات اكتر، الناس داخله بالهبل. زافير وافق فورا وطلب شراء 100 سيرفر دفعه واحده، لكن النجاح ده ما كانش مستخبي. في نفس اليوم اكبر شركات الالعاب بدات تلاحظ ان في لعبه جديده قلبت السوق كله. شركه بعد الثانيه بقت تتنسل عند زافير، وفي الاخر عرضوا عليه صفقه خرافيه، يا اما يبيع الشركه بالكامل او ياخد 500 مليون مقابل اغلبيه الاسهم. اي حد مكانه كان هيوافق في نفس الثانيه، ولكن زافير رفض من غير ما حتى يفكر، وقال لهم بكل هدوء انا مش بدور على الفلوس، انا بدور على المستقبل. وبعد ما الناس كلها مشيت وصلت السيرفرات الجديده، وزافير قفل على نفسه يوم كامل، فك كل سيرفر وعدل الهاردوير والسوفت وير بايده، وبعدها ربط 105 سيرفر في شبكه واحده
البيتا بتشتغل كانها جهاز عملاق، لدرجه ان فيكتور افتكر ان البيتا هينفجر من كميه الاجهزه، لكن زفير كان واثق وقال ان التكنولوجيا اللي بيستخدمها متقدمه عن العصر ده بسنين. ورغم انه اشترى 100 سيرفر الا انه زود عدد اللاعبين 50,000 بس. فيكتور استغرب، ولكن زفير كان مخطط لكل حاجه. هو مش عاوز يفتح مناطق عشوائيه، لان في المستقبل كل السيرفرات دي هتندمج في عالم واحد، ولو حصل تكرار في الخرائط كل المشروع هينهار. وفجاه زفير ابتسم لانه حس بحاجه كان مستناها من اول ما رجع للماضي، وهي ان المساعد العصبي صحي اخيرا. جواه نواه الحضاره بدات تنور من جديد، وصوت المساعد رجع يكلمه. تم تجهيز الخرائط وكل عمليه تحسين اللعبه انتهت. زفير جري على اوضه السيرفرات من غير ما يضيع ثانيه، طلع جهاز نقل الوعي ووصل طرفه بالسيرفر والطرف التاني كان على راسه. واول لما قفل عينه بدا المساعد العصبي ينقل تكنولوجيا المستقبل كلها مباشره للعبه. واول ما نقل البيانات خلص، زفير فتح الخرائط الجديده وانصدم من اللي شافه. المساعد العصبي ما بناش مجرد 5 خرايط، ده بنى عالم كامل، 5 مدن رئيسيه و5 قرى مترابطه، وكلها متوصله ببعض في خريطه واحده ضخمه، ولسه ورا حدودها مناطق مقفوله مستنيه تتفتح بعدين. حتى زفير اضطر يعترف ان المساعد العصبي بيفكر اسرع من اي فريق تطوير في العالم. كل منطقه بقى لها موارد مختلفه، يعني مستحيل مكان يموت او يبقى فاضي مع الوقت. لكن اقوى تعديل كان لسه جاي. من النهارده ما بقاش في حاجه اسمها اختيار سيرفر، كل لاعبي اللعبه بقوا موجودين في عالم واحد. الانتقال بين المدن والمناطق بقى بيتم في لحظه، وكأن العالم كله عباره عن خريطه واحده عملاقه. زفير كتب ملاحظات التحديث وضغط زر النشر. اللاعبين اول لما شافوا تحديث افتكروا انه هزار، ازاي تحديث جديد بعد كام يوم بس؟ ولما قروا التفاصيل الدنيا اتقلبت. 1.5 مليون لاعب يقدروا يلعبوا مع بعض في نفس العالم. سوق التجاره بقى مفتوح بالكامل، وده معناه ان تجار الذهب هيغزوا اللعبه في ثواني. زفير دخل يشوف البثوث وكان متوقع يلاقي الناس كلها تتكلم عن التحديث، لكن اول لما فتح المنصه وشه اتغير. ولا بس واحد للعبه، كل المنصه بقت مليانه اعلانات لالعاب منافسه. في نفس اللحظه دخل فيكتور المكتب وهو مستعجل، وقال له ان الشركات الكبيره بدات تتحرك، ضغطوا على منصات البث عشان تمنع اي حد يعرض لعبتنا. وبعدين عرض على زفير يسجل براءه اختراع او ياخد كارد ضخم من البنك ويكبر الشركه قبل المنافسين، لكن زفير رفض الاثنين. هو عارف ان لعبته مش محتاج حد يسندها، كل اللي محتاجه مجرد وقت. بعدين قال لفيكتور انشر التحديث واطلب 400 سيرفر كمان. فيكتور افتكر انه سمع غلط، 400 سيرفر دي صفقه بحوالي 20 مليون. لكن زفير كان واثق وقال لهم ادفعوا العربون، ولما السيرفرات توصل هنبقى جبنا ثمنها. فيكتور خرج وهو مش فاهم حاجه، كل شويه المدير بتاعه يطلع بخطه اغرب من اللي قبلها كانه شايف المستقبل بعينه. اما زفير فكان عنده مشكله تانية، وهي ان التحديث كان ضخم. حتى بعد تحسين المساعد العصبي حجمه وصل ل 50 جيجا. اللاعبين فضلوا يشتكوا ان تحديث واحد اكبر من العاب كامله، لكن اول لما خلصوا التحميل عرفوا ان كل ده كان يستحق. ولما فتحوا خريطه اللعبه اكتشفوا ان القريه اللي بداوا منها ما هي الا نقطه صغيره جدا داخل قاره عملاقه مليانه مدن وممالك لسه ما حدش وصل لها. وساعتها بدا الجميع يسال نفس السؤال، ايه حجم العالم اللي زفير مخبيه لسه؟ اللاعبين كانوا فاكرين انهم اكتشفوا كل اسرار اللعبه، لكن الحقيقه انهم لسه ما شافوش غير اول صفحه. واحد منهم قال وهو بيبص على الخريطه، حد خد باله ان عالم اللعبه ضخم بشكل مرعب. العالم كان متقسم ل3 قارات، قاره الحكم الساقط المكان اللي سقط فيه حكم السحر، وقاره المتوحشين موطن الاورك والقبائل البريه، واخيرا قاره البشر، القاره اللي كل اللاعبين بداوا منها رحلتهم. المنطقه اللي واقفين فيها دلوقتي لوحدها تقدر تستوعب حوالي 30 مليون لاعب، اما القاره كلها فساعتها بتوصل ل 3 مليار لاعب، رقم يخليك تحس ان اللعبه دي مش معموله للجلد اصلا. الكل بدا يستوعب لو التكنولوجيا وصلت للمستوى ده في يوم من الايام، يبقى اللعبه دي مش هتبقى مجرد لعبه، ده هتبقى العالم التاني للبشريه. وده كان فعلا هدف زفير من البدايه، لان عالم السحر بالنسبه له مش مجرد قصه، ده حضاره حقيقيه موجوده في الكون، وحضاره كانت واقفه على حافه الانهيار. ومع كل تحديث اللاعبين هيقربوا اكتر من اخطر حدث في تاريخها، حرب استمرت 100 سنه كامله، ودي مش مجرد قصه مكتوبه، دي الحرب اللي لما انتهت انقذت البشريه في المستقبل. لان لما البشر اصطدموا بحضاره السحر لاول مره كانت خارجه لتوها من حرب استنزفت كل قوتها، مدن مدمره وخسائر لا تعد، وحضاره كامله نزلت لمستوى اضعف. ولو ده ما كانش حصل كان مستحيل الارض تكسب، لان حضاره السحر كانت متقدمه على البشر باكتر من 10,000 سنه. زفير رفع عينه للسقف وهو بيفكر، يا ترى الحرب دي هتتكرر في حياتي دي كمان؟ هو اكتر واحد عارف ان اخر حدود العلم هي اللي الناس بتسميها معجزات، وعشان كده اول مشروع قرر يبنيه بعد رجوعه ما كانش سلاح ولا شركه، وانما كان عالم كامل، لعبه مستوحاه من حضاره حقيقيه مصممه في المستقبل عشان تستوعب 80 مليار انسان. اما دلوقتي فبمجرد وصول ال 400 سيرفر الجديده الساعه توصل ل 7 مليون ونص لاعب، ومع بناء المصانع وتطور الذكاء الاصطناعي العالم ده هيبطل يبقى مجرد لعبه، وهيبقى عالم حقيقي بيتطور لوحده. كل مدينه وكل شخصيه وكل حرب هتبقى جزء من واقع كامل، وده كان السلاح الوحيد اللي هيضمن نجاه البشريه من الكارثه اللي جايه. وبعد نزول التحديث الدنيا اتقلبت، زفير كان واثق ان اللعبه هتكسر حاجز المليون ونص لاعب خلال 3 ايام بس، وفعلا اول يوم لوحده حقق اكتر من 60 مليون. وفي اللحظه دي دخل فيكتور وقال له 400 سيرفر وصلوا، فنزل الكابو وفضل الليل كله يعادل السيرفرات بايده، ولما خلص شغلهم كلهم وبعت اشعار بالتحديث لكل اللاعبين. بعدها قفل السيرفرات عشان اعاده
التشغيل وراح ينام. ما كانش يعرف ان التحديث ده هيخلي ملايين اللاعبين يدخلوا في حاله جنون، خصوصا لما يكتشفوا ان كل منطقه في اللعبه مختلفه تماما، وان اليوم اللي السيرفرات كلها هتندمج فيه هيبقى بدايه عالم جديد بالكامل. اللاعبين بداوا يحسبوا حجم العالم الحقيقي، واكتشفوا ان المنطقه اللي هم فيها 43 مدينه رئيسيه، ولو كلهم اتفتحوا اللعبه هتستوعب مئات الملايين من اللاعبين. واتى كل فيهم اخيرا لاسم الشركه اسمه العالم الثاني، لانها مش مجرد لعبه، ده عالم كامل بيتبني قدامهم. بعدها زفير افتكر صاحبه القديم لانس، اتصل بيه فورا، واول لما سمع صوته افتكر نهايته المأساويه في حياته السابقه. لانس كان عبقري ومستقبله كله نجاح، ولكن الظروف كسرت حياته واضطر يدخل تجربه جينيه فاشله حولته لكائن مشوه، وفي الاخر انهى حياته بنفسه. ساعتها زفير وعد نفسه ان المره دي مش هيسيب صاحبه يقع في نفس المصير حتى لو اضطر يغير المستقبل كله. وفي الوقت اللي كان بيحاول ينقذ فيه الناس كان لسه بيطور اللعبه. الذكاء العصبي بقى بيعادل توازن اللعبه، وعدد اللاعبين انفجر لحد ما وصل لاكثر من 4 مليون، واصبحت اللعبه الاولى في البلد. ولكن زفير عرف ان الشغل اليدوي خلاص ما بقاش ينفع، ولازم يبدا مشروع الذكاء الاصطناعي الحقيقي، وبعده يبدا ابحاثه الهندسيه الجينيه، لان الحرب اللي جايه محتاجه بشر اقوياء من اي وقت فات. النجاح الجنوني ده اكبر شركتين العاب في السوق انهم يتحركوا بنفسهم. بعتوا دعوه رسميه لزفير على العشاء، واول لما وصل دخلوا في الموضوع من غير لف ولا دوران. قول رقمك واحنا هنشتري الشركه. لكن زفير رفض فورا، حتى فيكتور انصدم، وقالوا ان الفلوس دي كانت تخلي شركتهم اكبر شركه انترنت في البلد خلال سنه واحده. لكن زفير كان بيفكر في حاجه اكبر بكتير، وقال بكل هدوء ان جزء بسيط بس هيروح للالعاب، اما باقي الارباح فهتدخل في المصانع والصناعات التقيله وبناء قاعده انتاج حقيقيه. فيكتور ساعتها حس ان مديره مجنون، هم اصلا شركه العاب، في علاقه الحديد والمصانع بكل ده؟ لكنه ما كانش يعرف ان زفير عمره ما كان هدفه يعمل لعبه ناجحه. هو من اول يوم كان بيجهز البشريه للحرب اللي جايه، واللعبه دي مجرد اول حجر في مشروع هيغير العالم كله. ليلى افتكرته خلاص هيقفل الشركه، خصوصا بعد ما شافته ماسك دماغه، لكنها اتصدمت اكتر لما عرفت ان زفير رفض يبيع شركته، ومع كده خرج من المفاوضات ومعاه 20 مليار استثمار. الكل فهم ساعتها ان الفلوس عمرها ما كانت مشكلته. اول حاجه عملها زفير انه بدا يدور على شركات يشتريها، ولقى هدفين مهمين جدا: مركز حوسبه عملاق معروض في مزاد، ومصنع صناعي كبير. بالنسبه لاي حد دول مجرد اصول، لكن بالنسبه لزفير كانت بدايه الامبراطوريه اللي بيخطط ليها. كلم صاحب المصنع بنفسه، ولما الراجل حاول يبالغ في السعر زفير رد عليه بكل هدوء وقال له انه عارف قيمه كل اصل عنده، وعرض عليه 8 مليار من غير اي فصال. سكت زفير خلت الراجل نفسه يتجمد، لانه استوعب انه بيتعامل مع شخص معاه مليارات جاهزه للدفع. بعدها اعلن نقل مقر الشركه لمدينه جديده، وكل الموظفين وافقوا من غير تردد. وفجاه قرر يفاجئهم، دخل معرض العربيات واشترى 4 عربيات فخر دفعه واحده، كأن الملايين بالنسبه له مجرد فكه. وبعد اسبوع وصل زفير للمزاد المنتظر على مركز الحوسبه العملاق. رجال الاعمال الكبار كانوا مستنيين اللحظه المناسبه عشان يرفعوا السعر، لكن قبل ما حد فيهم يتحرك زفير رفع اللوحه وقال بكل هدوء 4 مليار. القاعه كلها سكتت والصفقه اتحسمت في لحظه. اول لما الخبر انتشر الانترنت كله انفجر. الناس اتجننت لما عرفت ان اللعبه اللي قلبت سوق الالعاب هتشتغل بعد كده على سوبر كمبيوتر كامل. وقتها الكل بدا يدرك ان زفير مش بيطور لعبه ناجحه وبس، ده بيبني مشروع اكبر بسنين ضوئيه من اللي اي حد متخيله. رجع زفير لمدينته بعد ما كسب المزاد، واول حاجه عملها كان انه يكلم اهله. اول لما وصل البيت ومعاه ليلى والدته افتكرتها حبيبته، لكن زفير وضح انها مجرد مساعدته الشخصيه. وبعد ما عرف ان ابنهم بقى صاحب شركه، ليلى كشفت لهم رقم صدمهم. شركه زفير وصلت قيمتها لاكثر من 20 مليار، ووقتها ابوه وامه ما قدروش ينطقوا من المفاجاه. واثناء ما زفير بيتجول في اوضته القديمه وقعت عينه على تحفه كان بيعتبرها زمان مجرد ديكور رخيص، لكن بعد خبرته في المستقبل عرف ان كل قطعه منهم كنز حقيقي. وساعتها افتكر السر اللي كان مخبيه والده طول عمره. والده مش مجرد تاجر تحف، لكنه مرتبط بعالم المقابر القديمه والاسرار المدفونه من الاف السنين. وافتكر كمان ان سر الخلود مش مجرد اسطوره، على مر التاريخ ملوك واباطره فضلوا يطاردوه، وبعضهم بالفعل وصلوا في حياته السابقه. اكتشف ان البشريه قدرت اخيرا تفك سر الخلود بعد ما دمجت التكنولوجيا الحديثه بالاسرار القديمه اللي خرجت من المقابر الاثريه. ولانه عارف ان الخطر هيجي قريب قرر يفضل عند اهله فتره، وهو متاكد ان الناس كتير هتيجي تطارد والده بسبب الاثار اللي معاه، وده هتبقى فرصته يجذب بعضهم لصفه ويستفيد منهم بدل ما يكونوا اعداء. لكن في نفس الوقت كان قدامه هدف اكبر، لازم يشغل الذكاء العصبي على مركز الحوسبه الجديد ويأسس قاعده صناعيه ضخمه في اسرع وقت. خطته كانت واضحه، اول لما الذكاء العصبي يشتغل يبدا فورا في تصميم المصانع، وبعدها يدخل مرحله الانتاج الحقيقي للروبوتات وتقنيات متقدمه هتغير مستقبل العالم كله. ومن غير ما يضيع ثانيه بص ليلى وقال لها هات رئيس شركه يان هونغ. فجاي وقت الصفقه الكبيره، بيروح يقابل بروستون وبيخلص الصفقه بسرعه، وببروت كامل بيعرض عليه 8 مليار لشراء مصنع تان هونغ، ومن غير ما يهتم حتى انه راجع المكان. فبالنسبه له اغلبه اصلا هيتبني من جديد، وهو مخطط يحط 3 مليار اضافيه للتجديد والتطوير، كأن الموضوع مجرد خطوه محسوبه مش مخاطره. بيرسل نفسه بيتفاجئ من اسلوبه، ولكن في نفس الوقت بيتحمس وبيوافق على التوقيع فورا، لان شايف قدامه شخص مش بيهزر ودخل بفلوس ضخمه وخطه واضحه. زفير كان اصلا مجهز كل حاجه قبل كده، حتى تصميمات اعاده بناء المصنع كانت جاهزه، وفعلا بيبدا فورا في تشغيل شركه انشاء كبيره عشان تنفذ المشروع على الارض. لكن هنا بيظهر تحدي جديد وهو الامن. زفير بيفكر
شويه وبعدين بيتحرك فورا، وبيستعين باتنين مقاتلين اقوياء، ماركوس وليه، واللي واضح انهم مش مجرد حراس عاديين لكن مقاتلين متدربين على اعلى مستوى، وهو بيتعامل معاهم بثقه وبيرد عليهم رواتب عاليه مع مكافآت حسب الانجاز، لانه عارف ان القوه دي هي اللي هتحمي مشروعه. وفي نفس الوقت بيطلب منهم يبداوا فورا في تجنيد كل العسكريين لتامين كل مشاريعه، لان شركته دلوقتي بقت هدف كبير. وبعدها بيرجع لابوه في محل التحف، وبشكل هادي بيمسك قطعه اثريه قديمه وبيساله عن قيمتها. الراجل الكبير اللي مع والده بيقدرها مبدئيا ب 300,000 لو ما تمش تحديد اصلها، لكن زفير كان شايف ابعد من كده، لانه فاهم ان القطعه دي ممكن يكون لها قيمه تاريخيه ضخمه مرتبطه بالاسرار اللي بيدور عليها. القطعه دي مش مجرد اثر قديم، دي بترجع لعصر ضعف في تاريخ البشريه كله، عصر اقدم حتى من الحضارات المعروفه، العصر اللي خرجت منه كل اساطير الحكام الخالدين وسر الخلود نفسه. زفير كان متاكد ان السر ده مش اسطوره، ولكنه حقيقه اندفنت مع الزمن. وبدل ما يلف ويدور بص للراجل وساله عن اسمه. اول ما عرف ان اسمه تيتان عرض عليه يشتغل معاه. ابوه اتجنن وحاول يمنعه فورا، لانه عارف ان عالم الباحثين عن الاثار القديمه مليان مخاطر، ومش عاوز ابنه يدخل الدوامه دي. ولكن زفير رد بكل هدوء وساله السر اللي عليكم بطرده من مئات السنين قرب يبان، مش كده؟ تيتان جمد مكانه لان الكلام ده مستحيل يعرفه اي حد من بره. ووقتها زفير كشف له الحقيقه ان في عائلات كتير شغاله في تجاره الاثار، لكن هدفهم الحقيقي عمره ما كان الفلوس، كلهم بيدوروا على سر الخلود. واكد له ان حتى الشركات العملاقه بدات تتحرك ورا السر ده، وان لو فضلوا لوحدهم هيتم ابتلاعهم بالكامل. بعدها عرض عليه ينضم ليه ووعده بحاجه محدش يقدر يوعده بيها، الحمايه والقوه والمستقبل. تيتان ما فكرش حتى وركع قدامه فورا واعلن ولاءه بالكامل. زفير كافئ على طول وقال له المصنع اللي اشتراه 8 مليار هيكون اول مصنع يصنع لهم معدات وتقنيات متقدمه تخليهم اقوى من اي حد تاني. خرج تيتان وهو مطمن لاول مره، اما والد زفير فكان واقف مش مستوعب اللي حصل، وابنه اكتفى بابتسامه بسيطه لانه الوحيد اللي عارف الحقيقه ان نهايه العلم مش بتقف عند التكنولوجيا، ولكنها بتوصل في الاخر لاثار كل الناس فاكراها مجرد اساطير. مع انقراض البشريه بقى اقرب في اي وقت، زفير عرف ان الوقت ما بقاش يسمح بالتاجيل. بعد ما ضم القاعده الصناعيه بس لبريستون وقال له تحب تكمل معانا؟ انا محتاج ناس اثق فيها، ومن النهارده هتبقى المدير التنفيذي لشركه تيان هونغ. بريستون انصدم من العرض ولكنه وافق فورا، اصل هو اصلا ما كانش عنده اي خطه يبدا من الصفر تاني، فاختار يراهن على زفير وخلاص. في نفس اليوم زفير وصل لمركز الحوسبه العملاق، وهناك لقى فريق الحمايه اللي ماركوس جمعه، كلهم قوات خاصه متقاعده، ودلوقتي بقوا الدروع اللي هيحموا مشروع العالم الثاني. وبعد ما اطمن على التامين طلع جهاز نقل البيانات ونزل مباشره لغرفه التحكم، وصل الجهاز بالمنفذ الرئيسي، وفي اللحظه دي بدا الذكاء العصبي ينقل بياناته للمركز. عدت ساعه كامله وفجاه اضاءت الشاشه وظهرت كره ضخمه من البيانات بتدور في الهواء، وبعدها صوت هادي طلع وقال مرحبا ايها السيد، اختار مستوى التشغيل. زفير قال له ابدا بالمستوى اس 1. بدا النظام يفحص نفسه بالكامل، وبعد دقايق اعلن النتيجه. رغم ان اس 1 هو اضعف مستوى وبيشتغل اقل من 1% من قدرات الذكاء العصبي، الا ان السوبر كمبيوتر قدر يطور نفسه تلقائيا ووصل لمستوى اس 2، وده مستوى نادر جدا لان مفيش اجهزه كتير في العالم كله تقدر توصل له في الزمن ده. بعد شويه الصوت رجع تاني وقال لبوبا في خدمتك. فزفير بدا يصدر اوامر واحده ورا الثانيه، انقلي لعبه العالم السحري بالكامل للسوبر كمبيوتر، خلي كل السيرفرات الحاليه تشتغل معاه في معالجه البيانات، وفي نفس الوقت بدا اعاده موازنه اقتصاد اللعبه وعدلي توازن جميع الفئات. بكلمه واحده من زفير بدا اقوى عقل صناعي في عصره يتولى اداره اللعبه بالكامل. بعد ما خلص كل تجهيزاته زفير اصدر امر جديد، بكره التحديث الكامل هينزل. وبمجرد ما بوبا نفذت الامر بعت ماركوس وليه يشتروا مجموعه معدات غريبه محدش فاهم هيستخدمها في ايه. وفي اخر اليوم رجعوا بشاحنه مليانه شاشات شفافه ورقائق الكترونيه دقيقه ومكونات متطوره، لكن كل الحاجات دي كان لها هدف واحد بس، وهي صناعه اول نظاره ذكاء عصبي. زفير فضل شغال طول الليل، ولما خلص لبس النضاره وضغط على الزر الصغير اللي جنب ودنه، في لحظه شاشه قدامه اتحولت لعالم تاني، بيانات بتظهر على اي حاجه بيبصلها، وبوبا بقت بتكلمه مباشره جوه دماغه. جرب يبص على كوب الشاي اللي قدامه وفورا ظهرت كل تفاصيله الدقيقه، كأن النضاره بقت بتشرح له العالم في لحظه. وفي صباح اليوم التاني راح مباشره لمركز الحوسبه العملاق. خلال اسبوعين بس العالم السحري وصل للحد الاقصى، واكثر من 7.5 مليون لاعب دخلوا اللعبه، وده كان معناه ان وقت اكبر تحديث في تاريخ اللعبه اخيرا جه. زفير دخل غرفه التحكم وامر بوبا توقف السيرفرات كلها وتبدا التحديث حالا. الفرق المره دي ان السوبر كمبيوتر كان هو اللي بيدير كل حاجه، التحديث اللي كان زمان بياخد ساعات انتهى في ثواني، وملايين اللاعبين بداوا يحملوه فورا. ولكن الصدمه الحقيقيه كانت في ملاحظات التحديث، اللاعبين فضلوا اكتر من 10 دقايق يقراوا المميزات الجديده، وكل واحد فيهم خرج بنفس الاستنتاج، العالم السحري دخل مرحله جديده تماما. في اللحظه دي ظهر اتصال من تيتان. زفير رد عليه وهو شايفه بيفطر قدامه في كشك على الطريق، ابتسم وقال له الساعه 10 ولسه بتفطر؟ شكلك نمت زياده. تيتان اتوتر وبص حواليه باستغراب، لكن زفير كمل بهدوء وقال له بص على كاميرات العمود اللي جنبك، انا شايفك منها. تيتان رفع راسه وتاكد بنفسه، وساعتها ادرك ان التكنولوجيا اللي مع زفير مرعبه فعلا. بعدها طمنه ان اكتر من 20 شخص وافقوا ينضموا لفريقهم في اي وقت، لكن زفير رفض يستعجل وقال له خليهم بعد اسبوعين، ولما يجوا هاتهم كلهم مره واحده. اول ما المكالمه انتهت اصدر امر جديد لبوبا، راقبي كل تحركات تيتان في السر، ولو حد قرب منه بنيه مشبوهه حذريه فورا. بعدها انتقل للخطوه
الخطوه اللي بعدها البحث عن مصنع صلب، لان هدفه الحقيقي مش صناعه لعبه، هدفه كان انتاج سبيكه معدنيه من الجيل الثالث، معدن سابق العصر بسنوات وهيبقى في المستقبل اساس بناء السفن الفضائيه واضخم من المصانع الذكيه. زفير كان عارف اللحظه اللي يصنع فيها السبيكه دي هتبدا امبراطوريته الحقيقيه. بعد اسبوعين كاملين القاعه الصناعيه السريه بقت جاهزه اخيرا، والعمال كانوا بيخلصوا اخر اللمسات. في نفس الوقت بريستون انهى صفقه شراء مصنع صلب صغير، ومن هنا بدات المرحله الحقيقيه. زفير نزل بنفسه ارض المصنع وبدا يختار الخامات واحده ورا الثانيه ويظبط نسبها بدقه شديده طبقا لتركيبه السبيكه الخارقه من الجيل الثالث. بعد 3 ايام شغل متواصل خرجت اول دفعه ناجحه. ابتسم وهو بيبص لها لانه عارف ان السبيكه دي هي المفتاح لكل اللي جاي. بعدها مباشره عشرات الشاحنات بدات تنقل المعدن الجديد للقاعده الصناعيه، والعمال انشغلوا بصب القوالب، بينما زفير كان بيشتغل على مشروع تاني، مدفع كهرومغناطيسي فائق التوصيل. وده ما كانش سلاح، ده كان اداه بتغير خصائص السبيكه نفسها وبتحولها لمعدن يقدر ينقل الطاقه والبيانات في نفس الوقت، وهي اهم ميزه في الماده دي كلها. بعد يومين اختفى تقريبا كل مخزون السبيكه، لكن في المقابل القاعده الصناعيه كلها اتغيرت. زفير وقف وسط المصنع الفاضي وبعد كده قال هو بدايه تشغيل. في لحظه كل الانوار اشتغلت ومئات الاذرع الاليه والماكينات نورت باللون الازرق، وبعد الفحص الذاتي جه الرد. القاعده الصناعيه مطابقه لمعايير عصر النجوم، وده معناه ان المصنع بقى يقدر يصنع حتى سفن فضائيه لو توفرت الخامات. من غير ما يضيع ثانيه بدا يصدر اوامره: اصنعوا 30 روبوت وابداوا انتاج بدلات القتال ومفاعلات الطاقه والاسلحه الذكيه. اول ما بوبا استلمت الاوامر المصنع كله اشتغل كانه كائن حي. الاذرع الاليه بدات تتحرك بسرعه مرعبه والماكينات شكلت المعادن بدقه مستحيل اي انسان يوصل لها، وخلال دقائق بدا اول هيكل بشري معدني يظهر قدامه. وبعدها اضافت الشرائح الالكترونيه والاسلاك والمكونات الداخليه وحتى الجلد الصناعي. وبعد اكتر شويه من 10 دقائق وقف قدامه اول روبوت شكل مطابق للانسان تماما. نور ازرق لمع في عينه اللحظه وبعدين فتح عينه. في اللحظه دي بوبا نقلت الذكاء الاصطناعي لكل الروبوتات وسيطرت عليهم بالكامل، وخلال نص ساعه بس 29 روبوت الباقيين خرجوا من خطوط الانتاج، ومن غير اي تدخل من زفير بداوا يصنعوا كل المعدات المطلوبه بشكل تلقائي. ولما طلع الصبح دخل زفير المصنع من جديد وهو عارف ان اللي هيشوفه هيكون بدايه عصر جديد بالكامل. لقى المكان مليان صناديق ضخمه وكل صندوق متكدس باسلحه ومعدات شكلها خارج من افلام الخيال العلمي. اكتر من 1000 بندقيه طاقه جاهزين للاستخدام، غير صناديق تانية مليانه بدلات ومعدات غريبه. في اللحظه دي وصل تيتان ومعاه 33 من افضل خبراء التنقيب عن المقابر في البلد. بوبا وجهتهم تلقائيا لساحه الاختبار وزفير راح يقابلهم هناك، ووراه على طول 30 روبوت بيمشوا في صف واحد شايلين المعدات. اول ما الروبوتات حطت الصناديق على الارض الكل بص باستغراب: هو ده اللي حضرتك مجهزه لنا؟ المعدات شكلها غريب واقرب لالعاب الاطفال. زفير مسك واحده من بنادق الطاقه وركب فيها خليه طاقه صغيره ووجهها ناحيه عربيه نقل قديمه. بمجرد ما ضغط الزناد شعاع احمر اخترق الهواء بسرعه البرق، وفي ثانيه واحده العربيه اتخرمت بالكامل وثقب ضخم اتفتح فيها من اولها لاخرها. المكان كله سكت. تيتان وقف مصدوم وهو مش مستوعب اللي شافه. زفير قال له ما تسالش عن التكنولوجيا، المهم تعرف ان محدش بره يعرف عنها حاجه. وبص لكل الموجودين وقال لهم بجديه: اي حد يفكر يسرب اي معلومه نهايته معروفه. الكل وافق من غير اعتراض، وبعدها طلع قطعه صغيره مطويه من الشنطه، ضغط زر التسجيل وفردت نفسها لوحدها. البدله دي هتخليك تشيل اطنان بسهوله وتعيش اسبوع كامل شغال باقصى طاقه سواء تحت البحر او حتى خارج الغلاف الجوي. تيتان بلع ريه وقال له باستغراب: احنا رايحين ننقب عن مقبره مش نحارب في الفضاء. فقالوا المقبره اللي رايحينها مش زي اي مقبره شفتها قبل كده، ده عمرها اكتر من 5000 سنه وجواها الحياه اللي كل عيلتكم فضلت تدور على اجيال. الكلام وقع عليهم زي الصعقه. تيتان ساله: هو لسه مش مصدق؟ حضرتك عارف مكان السر الحقيقي؟ احنا بندور عليه من اجيال وما لقيناش اي اثر. فقال له: مش مهم تعرف انا عرفت ازاي، المهم ان المعدات دي هي اللي هترجعكم احياء من هناك. بعدها نادى على ماركوس وقال له وريهم. ماركوس لبس البدله وضغط زر التشغيل. في ثواني البدله انتشرت على جسمه بالكامل والخوذه شفافه قفلت على راسه، بينما خطوط زرقاء من البيانات بدات تتحرك قدام عينه. وفي لحظات خرجت اجزاء ميكانيكيه من كل ناحيه وغطت جسمه بالكامل بدرع متكامل. وقف قدامه كانه جند من المستقبل. اول ما ماركوس لبس البدله بالكامل زفير فجاه رفع بندقيه الطاقه وجه ناحيته. البدله اطلقت انذار فورا، تم رصد تهديد ينصح بالمراوغه. ماركوس لسه ما استوعبش اللي بيحصل، ولما لف وشه لقى زفير ضغط السناب بالفعل. شعاع احمر مرعب انطلق بسرعه البرق وكل اللي واقفين حبسوا انفاسهم. قبل ثواني كانوا شايفين البندقيه وبتخترق عربيه حديد بالكامل، فهل ماركوس هيقدر ينجو؟ في لحظه ضربه اصابته مباشره وتراجع للخلف، لكن اول لما وقع البدله اشتغلت لوحدها وامتصت الصدمه بالكامل ورجعته واقف كأن مفيش حاجه حصلت. ماركوس بص على صدره وما لقاش ولا خدش واحد. الكل اتصدم وزفير قال لهم: البدله دي مش اقوى درع في العالم، ولكنها كيف تحافظ على حياتكم. ساعتها تيتان بدا يفهم ان المهمه اللي داخلين عليها اخطر بكتير من اي مقبره دخلوها قبل كده. بعدها زفير بدا يشرح لهم الخطه. في قلب تركيا منطقه مليانه كهوف عملاقه واماكن مهجوره بالكامل، والمقبره الحقيقيه موجوده في اعمق نقطه هناك. الاحداثيات هتظهر تلقائي داخل الخوذه، وبما ان الصخور هناك صعبه الحفر فهو مجهز لهم مفاجاه ثانيه. واحد من الروبوتات طلع سلاح ضخم شبه قذف الصواريخ، مدفع رنين المظلم. زفير شاله على كتفه ووجهه ناحيه عربيه خرده. انطلقت موجه اهتزاز مرعبه هزت المكان كله. في ثانيه واحده العربيه بدات تتفكك قدام عيونهم، الكاوتش والبلاستيك والزجاج حتى الاسلاك، كل حاجه اتحولت لتراب حرفيا ومفضلش غير الهيكل المعدني
لانه وقف لوحده. زفير حط المدفع على الارض وقال بكل هدوء ده مش سلاح حرب، ده معمول مخصوص عشان الحفر، لما توصلوا للمكان اضربوا بيه كام طلقه وهتفتحوا طريق مباشر للمقبره. وبعد ساعه واحده الموكب اتحرك للمطار والطائره الخاصه اقلعت متجهه لتركيا. زفير فضل واقف يبص للطائره وهي بتختفي وبيقول لنفسه نفسي الاقي حد بيبيع لي مركز اطلاق صواريخ، لكن مش عشان يطلق اقمار صناعيه وانما عشان يوصل للقمر، لان سر الخلود الحقيقي عمره ما كان في الارض، الحقيقه انه موجود على الجانب المظلم من القمر. وده بياكد ان في العصر المفقود للبشريه كان في كائنات خارقه عاشت على الارض قدرت تصنع اكسير الخلود وعاشت للابد، وبعدها اختفت ومن بعدها بدا تاريخ البشر. بس لو الاكسير هناك يبقى ليه زفير بعت فريق لتركيا؟ ده لان تركيا مش فيها الاكسير نفسه لكنها فيها الكائنات اللي اتغذت عليه. الطفيل الحي مخلوق شبه قنديل البحر ولكنه بيعيش تحت التراب جوه المقابر، بيمتص اي نوع طاقه وبيتغذى على حياه الكائنات الحيه وعنده قدره تجدد مرعبه. الرصاص ما بيأثرش فيه والقذائف برضه، حتى لو اتقطع نصين كل جزء بيرجع يتحول لطفيل يكمل من جديد. وده هو سر الخلود الحقيقي. الطفيل ده بيعتبر ظل اكسير الخلود، لو وفروا له طاقه كافيه يقدروا يستخرجوا شفرته الجينيه ويستخدموا مادته الحيويه لصناعه اكسير خلود وكمان تطوير وتقويه الجينات البشريه. ولو في يوم حصلوا على الطفيليات اللي عايشه على الجانب المظلم من القمر ساعتها يقدروا يصنعوا اكسير الخلود الكامل. لكن المشكله ان الرحلات الخاصه للقمر ممنوعه. في اللحظه دي دخلت ليلى وقالت له مجموعه العم ما وصلت، فزفير قال لبابا خلي الروبوتات تنقل المنتجات لساحه الاختبار. في نفس الوقت كان العم ما ودينغ وباقي رجال الاعمال وصلوا. اول لما وصلوا العم ما بص على العربيات الخرده وقال باستغراب فين المفاجاه؟ هو احنا جايين نتفرج على العربيات دي؟ زفير ابتسم وقال له استنى بس. وقبل ما يكمل كلامه الروبوتات وصلت بالصناديق. رجال الاعمال اول لما شافوا المحتويات اتفاجئوا. العم ما قال له المعدات دي ما ينفعش تستخدم من غير تصريح قانونيه والكل وافقوا. زفير ضحك وقال له خلاص من النهارده هنغير اسمها هنسميها عصا سحريه. الكل انفجر من الضحك ولكن الضحك وقف في لحظه. زفير مسك واحده من الاجهزه وصوبها على عربيه الخرده. 4 اشعه حمراء انطلقت في نفس اللحظه. العربيه اتحرقت واتدمرت بالكامل والمكان كله سكت محدش قدر ينطق. دينغ مسك الجهاز وقال هو بيضحك واضح انها فعلا عصا سحريه. بعدها كل رجال الاعمال جربوا الاجهزه بنفسهم، عربيه بعد عربيه كانت بتختفي في ثواني. الجميع وقف مصدوم ودينغ ابتسم وقال كده مشروع البطاريات الخارقه بتاعنا بقى مش مستعجل قوي. الكل ضحك ولكن العم ما بص لزفير وساله دي تقنيه ليزر صح؟ زفير فك وحده الطاقه من السلاح وقال له دي بندقيه الطاقه، اما اللي انت شايفه ده فهو مجرد طريقه خروج الطاقه منها. قلب الطاقه ده هو سر قوه السلاح كله، حجمه صغير ولكنه يقدر يشغل عربيه كامله وحتى يشغل خط قطر سريع. ما ساله وازاي السلاح بيطلع الطاقه دي؟ زفير رد باختصار كل اللي يهمك تعرفه ان السر كله في قلب الطاقه. ساعتها كل ساله يعني دي البطاريه الخارقه؟ فزفير قال له لا دي تقنيه خاصه بينا ومستحيل تنزل السوق والبطاريه الخارقه حاجه تانية خالص. العجوز اللي استغرب وقال له طب ايه اللي بيشغلها؟ زفير ضحك وقال له اعتبروه مفعل اندماج نووي صغير تصدقوا؟ الكل ضحك ورفض يصدق. دينغ قال له لو معاك فعلا التقنيه دي كنت سيطرت على سوق الطاقه كله. زفير انهى الكلام وقال لهم سيبوا ده دلوقتي عند حاجه هتعجبكم اكتر. بعدها بدا يعرض بقى الاختراعات من مدفع رنين المظلم لحد البدله القتاليه. العجوز اللي لبس البدله واول لما جربها اتصدم، دي مش طبيعيه حركتي بقت اخف واسرع بكتير. زفير قطعه وقال له كفايه لسه عندي اخر مفاجاه. طلع علبه صغيره ولما فتحها ظهر جواها حوالي 30 نضاره معزز عصبي. بدا يوزعها عليهم وقال لهم النضاره دي بتعرض اي معلومه عن اي حاجه بتبص عليها، بتسجل صوت وصوره وبترجم اي لغه فورا، وفيها مساعد ذكي يقدر يساعدك في اي وقت. وقبل ما يكمل الشرح الكل لبسها وبدا يجربها بنفسه. بعد التجربه الكل ساله هتنزل السوق؟ فرد عليهم لا دي مش هتنزل السوق ولكن كل واحد فيكم يقدر ياخد واحده زياده هديه. الكل فرح وبداوا يهزروا ان النضاره ده هتبقى علامه رجال الاعمال الكبار. بعدها الروبوتات جمعت المعدات والجميع رجع لمقر هونغ. اول ما دخلوا زفير حط ملفات ضخمه على الترابيزه وقال لهم دي كل الوثائق الخاصه بالبطاريه الخارقه، يقروا كل حاجه وبعدها نتكلم في الاستثمار. الكل سكت وبدا يقلب في الملفات بتركيز ومع كل صفحه الصدمه كانت بتكبر. اول واحد يتكلم كان العجوز ليه انت متاكد ان المعلومات دي صح؟ طريقه صناعه الجرافين المكتوبه هنا لوحدها كفيله انها تقلب الصناعه كلها. العجوز ليه بدا يشرح للباقي وقال لهم ماده الجرافين خامتها موجوده في كل مكان لكن المشكله عمرها ما كانت في الخامات وانما المشكله كانت في طريقه التصنيع نفسها. الطرق القديمه كانت يا اما مكلفه جدا يا اما بتلوث البيئه او بتطلع جوده غير ثابته وده السبب اللي خلى الجرافين عمره ما انتشر بشكل متوقع. بعدين رفع الملف وقلب انبهار، اما الطريقه دي فهتقلب كل الموازين، بتعتمد على الموجات الصوتيه لانتاج الجرافين بشكل ذكي اسرع واعلى جوده وبتكلف اقل بكتير من اي تقنيه موجوده حاليا. الكل اتصدم وساعتها العجوز ما سال بسرعه طب البطاريه دي هتدخل في مشاكل براءه اختراع؟ العجوز اللي قلب في الملفات وقال مستحيل، البطاريه معتمده على جرافين مطور بالكامل ومفيش اي تعارض مع اي براءه اختراع. العجوز ما انهى النقاش وقال له سيبنا من التفاصيل، قول لنا التكنولوجيا دي بتساوي كام؟ العجوز اللي رد من غير ما يفكر دي ملهاش تمن، دي مش بطاريه وبس، دي مجموعه تقنيات هتقلب الصناعه كلها من تصنيع المواد الخام لحد المنتج النهائي ولو اتنفذت صح هتبني شركه قيمتها مئات المليارات. سكت الكل وفجاه بداوا يعلنوا استثماراتهم واحد ورا الثاني، اللي دخل ب10 واللي دخل ب40 واللي دخل ب80. بعدها زفير قال لهم انا هدخل بتكنولوجيا وقيمتها 200 مليار ومع استثماراتكم اللي وصلت 350 مليار يبقى راس مال الشركه 550 مليار.
مليار، ولكن الكل رفض. العجوز ما ابتسم وقال له الشركه دي قيمتها هتوصل لتريليون دولار وتقنياتك اغلى بكتير من 200 مليار. واحد تاني وافق قريب وقال له احنا شركه طويله المدى ما ينفعش نبص للمكسب القريب. بعد كده اتفقوا على تقييم الشركه ب 800 مليار، واحتفظ زفير بنسبه 56% من الاسهم. بعد كده اتقسمت المهام بسرعه، ميت ولا الاجراءات الرسميه، وين يوفر التمويل ويكون مسؤول عن الاعلام، ودينغ والعجوز ليه يتولوا جمع الاستثمارات. وبعد دقايق كان عقد الشراكه مطبوع والكل وقع عليه. بعد كده زفير دعاهم للعشاء وطلب منهم يحضروا صباح اليوم التاني لان وقت الاعلان الرسمي عن تاسيس شركه يانج وقته. بس دينغ قال باستغراب الشركه لسه اجراءات تاسيسها ما خلصتش. زفير كان عامل حسابه على كل حاجه، وكان عارف اول لما يعلن عن الشركه كل الحكومات هتجري عليه بنفسها عشان تكسبه، وده كان هدفه اصلا من البدايه. وفجاه ليلى دخلت وقالت له ان كلو من عيله شياو جايه تقابله. ركب معاها العربيه واول سؤال ساله لها كان رجعت ليه. كلو ردت من غير لف ولا دوران. عيله شياو قررت تبقى في صفه بالكامل، وقالت له انهم ما بقوش بيفكروا يحتكروا سر الخلود، وكل اللي عايزين انهم يشوفوا الحلم اللي عيلتهم فضلت تدور عليه اجيله وبتحقق قدام عينيهم. وكمان وعدته ان اي حاجه يحتاجها في ابحاثه وعيله شياو هتوفرها له مهما كان الثمن. الكلام ده خلى زفير يسكت للحظه لانه ما كانش متوقع انهم يغيروا موقفهم بالشكل ده. بعدها رجع مقر الشركه وكل الناس كانت متوقعه حفله فخمه، لكن فاجئهم بحفله شويه بسيطه. في الاول استغربوا ولكنه ضحك وقال انتوا جربتوا كل حاجه في الدنيا، جربوا البساطه مره. وساعتها الكل ضحك وقعدوا ياكلوا ويهزروا قبل اليوم الكبير اللي هيعلنوا فيه عن الشركه رسميا. زفير بيكلف ليلى ترتب غرفه الضيوف، وبعدها بيلاحظ ان كلو قاعده لوحدها فبيروح يقعد معاها. كلو بتساله لو خلص كل حاجه، فبيرد عليها ويكشف ان سر الخلود الحقيقي على القمر مش في اي مقبره قديمه، وبيطلب من جدها يجي بنفسه لو كان عاوز تحالف. كلو بتسخر من كلامه ولكنه بيأكد ان تفكيرهم محدود وان شجره الخلود ظهرت بالفعل. بترد انها الورثه الاساسيه لعيله شياو، وهو بيفهم انها مجرد ورقه تفاوض. بيطلب منها تبلغهم بسحب الاستثمارات الخارجيه وتاسيس شركه الفضاء في الخارج، والفلوس مش مشكله. تاني يوم ليلى بترجع ومعاها بدله رسميه والاعلام بيكون جاهز للمؤتمر. الساعه 10 وزفير بيستلم السكريبت. المؤتمر بيبدا في برج بحضور اعلام محلي ودولي وبث مباشر، وفيكتور بيقدمه وبيطلع زفير على المنصه. التسويق بيعلى والعرض بيستعرض رحله صعوده من البدايه لحد صفقاته مع العجوز ما. في المؤتمر زفير بيعلن ان العالم السحري بقى اهم مشروع رقمي في العالم بعد ما كان لعبه صغيره من شهر ونص. عدد اللاعبين وصلوا ل 10 مليون في نفس الوقت، و30 مليون مستخدم مسجل، وظهر نظام اقتصادي كامل جواه وبيعتبره العالم التاني للبشريه. بعدها بيعلن تاسيس مجموعه تشانغ وهو رئيسها التنفيذي ومعاه نواب للرئيس، وبيكشف ان المجموعه بتمتلك كل الشركات التابعه للعالم التاني، تان هونغ للصناعات والامن والحديد والتعدين، وكمان نسبه كبيره من شركه الطاقه. وبيعلن ان راس المال 100 مليار والقيمه الاجماليه 310 مليار. القاعه كلها ما بتصدقش الرقم. في اللحظه دي العجوز ما والباقيين بيطلعوا على المنصه، وساعتها الكل بيسكت. العجوز ما بيقول لهم ان الرقم اقل من الحقيقه وانهم استثمروا 350 مليار، وزفير قدم تكنولوجيا ب 450 مليار باجمالي 900 مليار لتاسيس شركه الطاقه. ليه بيضيف ان عندهم تقنيات متقدمه في الطاقه ومواد جديده، وان الشركه هتغير سوق الطاقه بالكامل. الصدمه بتخلي القاعه كلها تفقد السيطره. زفير بيطلب الهدوء وبيكمل الاعلان. بيعلن توسع الشركات، الامن للتجنيد والتوسع، والتعديل للشركات الخارجيه، والحديد لتطوير المواد وسلاسل الامداد. وبيعلن بطوله عالميه داخل العالم السحري ودعوه افضل 32 لاعب لحدث خاص. وكمان بيعلن تطوير كامل لتقنيات الواقع الافتراضي. بيعرض تقنيه جديده بتحول المكان لنموذج ثلاثي الابعاد بيتحرك باشارته، وبيوضح ان ده تفاعل ضوء متقدم مدمج مع الواقع الغامر، وبيأكد ان التقنيه جاهزه للتطبيق. بعدين بيعلن ان تان هونغ للصناعات هتفتح طلبات عالميه لانتاج 3 منتجات: شاشه هولوجرام وشريحه اضاءه ذكيه وحساس لمس هوائي، ودي مع بعض بتدي تجربه هولوجرام كامله. وبيحدد سعر الباقه ب 2333، وبيسمح لكل شركات الموبايل انها تطلب. لاي بيسالوا عن العيب اللي فيها فزفير بيقول له استهلاك الطاقه. بيطلع موبايله وبيعرض ان البطاريه العاديه مع الهولوجرام هتشتغل حوالي ساعه واحده بس، فده بيخلي القاعه كلها تتوتر. لكن زفير بيرفع ايده وبيعرض بطاريه جديده، وبيعلن انها اول منتج من شركه الطاقه التابعه ليه، بطاريه اس 1، وبيوضح انها مش محتاجه شحن، وبتشغل الهولوجرام بكفاءه كامله لمده 3 سنين. وبيأكد انهم مش بيبيعوا بطاريه ولكنهم بيبيعوا الطاقه نفسها، والبطاريه شبه مجانيه حرفيا. بيحدد سعرها ب 1888. لاي بيشرح ان القيمه الفعليه اعلى بكتير من السعر، وان العرض ده هيقلب السوق كله. القاعه كلها بتنفجر بالانبهار والصحفيين بيكتبوا بسرعه. بعد المؤتمر فيكتور بيودع زفير وباقي الشركاء بيبداوا في المغادره بعد ما خلصت الاتفاقات. لاي بيطلب منه حجز اول دفعه من الاجهزه ليه وزفير بيوافق. بعد ما الكل بيمشي زفير بيقف لوحده بعد ما قدر يثبت مكانه بقوه، وبدا فعليا مرحله السيطره. وللاسف دي نهايه الموسم الاول من الحكايه، ولسه الموسم الثاني منها منزلش. اول ما ينزل ان شاء الله هنزله على طول. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه. سلام.